السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جبت لكم اليوم وصفة ميني كيك تاع الورشات. شوفوا هذا الكيك راح تلقاوه في افراحكم، في مناسباتكم تاع البي ام بكالوريا، وحتى في العرس راهم بداو يحطوا الموسكوتشو والكيك مع القهوة. كيما تقدروا توجدوهم لولادكم كوم غوتي للامتحانات لهذا الاسبوع، ان شاء الله ربي يوفقهم اجمعين. واللي حابة ديرو كمشروع نقول لك اقعدي معايا حتى اخر الفيديو، راح نعطيك سعر البيع. المقادير رايحين تلقاوهم في صندوق الوصف بالتفصيل. في بول راح نحط 4 حبات بيض بحرارة الغرفة، راح نزيد لها رشة تاع الملح، ونزيد لها 190 غرام تاع السكر. دوكا نطلعهم بالباتور بالسرعة القصوى حتى يتشكل لي شغل الموس ويدوب لي هذاك السكر. بون ما نحتاجش نطلعو كيما لا جينواز، جوست يدوب هذاك السكر ونتحصلوا على هذا القوام. دوكا راح نزيد لها مغرفة تاع لافاني او بودر، مبشور حبة ليمون، ونزيد لها مغرفة صغيرة تاع تريمولين. تريمولين هذا راح يحافظ على الرطوبة تاع الكيك ويخليه أكثر طراوة. وإذا ما عندكمش كيما أنا استعملت مغرفة تاع مربى تاع المشماش، كيما تقدروا تستعملوا مغرفة تاع العسل الطبيعية طبيعي. دوكا نبدا نضيف في الزبدة، درت هنا 200 غرام تاع لا مارغرين، ذوبتها على نار هادئة ونبدا نضيفها غير بشوية شوية ونخلط بالسرعة رقم 1. فوالا خلاص غير يدخل هذيك الزبدة تدخل مع قاع المكونات، نحبس ما نخلطش بزاف. دوكا نجيب نقيس لكم هنايا الفارينة. هنا استعملت 350 غرام تاع لافارين. دوك خدمتها لكم بالكاس باش تشوفوا شحال تديلي من الكاس. دوكا هنايا راح ندير 2 كيسان معمرين حتى الفم كيما راكم تشاهدوا، وراح نزيد لها 10 غرام تاع لا لوفور شيميك، خميرة كيميائية. الفارينة كنت غربلتها من قبل ونزيد نغربل لا لوفور شيميك، نضربها هكا خلطة خفيفة بالسرعة الأولى بالباتور. من بعد راح نكمل كلش بالفوي أما. راح نزيد هنايا الكاس الثالث، كيما راح دوك تشوفوا بلي الكاس هذا ماهوش معمر مليح مليح حتى الفم. المهم ليسونسيال بالميزان تديري 350 غرام فارينة، ولازم تغربلوا الفارينة، ضروري تغربلوها. فوالا شوفوا الكاس هنا ماهوش معمر. نضربها خلطة خفيفة هكا بالسرعة رقم 1، ولا بالفوي باليد تخلطوها. فوالا هكا شوية برك ونحبس ونكمل نخلط باليد. دركا واش نروح ندير، نروح نجيب الحليب. دوك لاباط هذاك وتشوفوها تجي ثقيلة على الموسكوتشو، هذا هو لاباط تاع الكيك دايما يجي ثقيل على الموسكوتشو. راح نجيب هنايا 80 غرام تاع الحليب ونبدا نحل العجينة بالحليب، نحلها غير بشوية شوية. نفرغ الحليب على دفعات ونخلط. هنا كنت نخلط بالعقل، يعني سي جوست جريت لا فيديو باش ما تجيش لا فيديو طويلة. فوالا نكمل الحليب هذاك، غير نتأكد باللي دخل الحليب كامل في الخليط نحبس. وهذا هو القوام اللي نتحصل عليه، قوام تاع الكيك. دوك نتأكد بلا سباتول، نتأكد باللي قاع لا فارين والحليب كامل تخلطوا مليح مليح. دركا نروح نوجد لي مول تاوعي تاع لي ميني كيك اللي شوفوا الطول تاعهم 9 سنتيمتر والعرض 5.5 سنتيمتر، راهم يتباعوا باغتو، كاين اللي يبيعوهم 5000، كاين اللي يبيعوهم 6000. نجيب هكا شويه زبده ولا لا مارغرين طريه وندهنهم كامل، يعني ضروري تدهنوهم باش ما يلصقناش الكيك. وما تحقوش ديروا لا فارين، لا درتو زبده ما ديروش لا فارين. دوكا نبدا نخلط، نفرغ شويه من الخليط، ندير كونتيتي صغيره في المول
الميني كيك هذا. نجيب شوكولا اللي عندكم، فيرميسيل ولا دي بيبي دو شوكولا ولا اي حاجه عندكم، وزيدوا حطوها من الفوق. فوالا دوكا نغطي هذاك الخليط، نزيد نحط شويه من الخليط من الفوق، وما لازمش نعمرو المول تاعنا بيان سور كيما تعرفوا لي كيك كامل ما يتعمرش حتى الفوق لانه راح يخمر. نخلو واحد قيس 1 سنتيمتر هكذا، واحد لواحد ونص سنتيمتر، نخلو الفيد هذاك باش كي يخمر يجينا سوا سوا. فوالا دوك نحطهم في السنيوه وشوفوا الطريقه تاعي تاع الطهي. انا دائما لي كيك توعي ما نشعلش الفرن من قبل، نحط السنيوه ديالي داخل الفرن باش نشعل الفرن على 170 درجه، 165 حتى 170 درجه، ونخليه يطيب بعقلو واحد 40 دقيقه. سا ديبون الفوق تاعكم 40 50 حتى يطيب ويتحمر تري بيان، ما يتحرق لي ما والو. انا هذه هي الطريقه ديالي اللي نطيب فيه الكيك، نحطو يرتاح بعقلو، يخمر بعقلو ويطيب تري بيان. وهاي النتيجه بعد مرور هكذاك واحد 40 دقيقه حتى 45 دقيقه يجي محمر الله الله وطايب بيان بالكوردون بيان سور. تاكدوا باللي راه ناشف من الداخل. فوالا وهذه هي النتيجه، ويتنفخوا كامل على مستوى واحد. هنايا في كاسرونه درت 3 مغارف كبار تاع مربى تاع المشماش مع مغرفه كبيره تاع الجلوكوز باش يحافظ لنا على هذيك اللمعه. الجلوكوز هو اللي يخلي اللمعه هذيك ما تروحش، يعني تقعد مده طويله. من بعد نجيب الاخر اللوز افيلي، رقائق تاع اللوز، ونديكوريهم من الفوق ونخليكم تبعوا الديكور في لا فيديو. وهنا نروح نهضر لكم على سعر البيع. دوكا اذا استعملتوا الزيت، اذا استعملتوا الوصفه بالزيت واستعملتوا المقادير، يعني لي زانغريديون اللي خدمتوا بهم، يعني ماشي غاليين بزاف، هنا سعر البيع راح يكون 5000، ابتداء من 5000 للحبه. تسمى لا درتوا لها شويه اسمو لا جولي من الفوق ولا لا كونفيتور ابتداء من 5000، ومن بعد لا درتوا ديكور واحد اخر تزيدوا شويه لي بري. واذا خدمتوها لا مارغرين تقدروا تستخدموا لا مارغرين ديما، فلوريال مع اوبلين، هادو كامل ملاح. اذا استخدمتوهم لا مارغرين واستخدمتوا الفارينه الممتازه، يعني لا فارين سوبيريور، هنا يعني لي زانغريديون يكونوا شويه غاليين، السعر يكون ابتداء من 7000. وبيان سور لا ديكوراسيون كل ما تزيدوا، لا درتو بالشوكولا ولا اي حاجه زدتوها تكون غاليه، السعر راح تزيدوا شويه في السعر. المهم اذا كان خدمتوها بالزيت 5000 للحبه، واذا كان خدمتوها بالزبده ولا بلا مارغرين ابتداء من 7000 للحبه. فوالا ان شاء الله تعجبكم الوصفه، ما تنسونيش ابوني جيم. سلام.